كسرت طالبة أنف زميلتها في مشاجرة بمدرسة في القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبي للطالبة التي تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبي حالة الطالبة وجود كسر في عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية. كما وصى التقرير الطبي بحصول الطالبة على راحة لمدة أسبوعين، وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم 16 يناير الجاري، حيث تعدت الطالبة على زميلتها في مدرسة دولية. وقالت مصادر مسؤولة أنه تم عقد لجنة الحماية المدنية حسب لائحة الانضباط المدرسي وتوقيع الجزاء المناسب هو الفصل والنقل إلى مدرسة أخرى، مشددة على أنه تم التحقيق في الواقعة. وصرحت مصادر من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الواقعة تعود إلى أكثر من أسبوعين، وقد تم التحقيق فيها من قبل إدارة التعليم بالقاهرة الجديدة. وأوضحت أن المدرسة المذكورة تابعة لجهة أجنبية وليست مدرسة خاصة أو حكومية. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.